السلام عليكم خياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الطاجين بنتو عسل عسل العسل، بزاف هايل. اول حاجه نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا كما راكي تشوفي هذا الفيديو تخرج لك فيه الكتيبه، باسكو هذا الفيديو كنت دايرته في القضيه في لاشين تاعي القديمه. راني دوكا بديت نجيب في لي فيديو تاوعي اللي كانوا في لاشين تاعي القديمه، وراني من ذاك نحط لكم وصفة منهم. هنا لهذا الطاجين واش نديرو؟ نجيبو طنيجرة ولا طاجين كيما هذا اللي عندي، ولا قدرة تاع فخار، ولا ونديرو شوية زيت وشوية سمن، خليوهم يذوبوا معنا. كما قلت لكم كانت عندي قناة تاعي واسمها ياسمين كوك دي زد. ومن بعد كي بدلت رقم الهاتف، نسيت الموت باس. الايميل نعرفه بصح نسيت الموت باس وبدلت رقم الهاتف. ما حبيتش كاع الحساب نتاعها يحبش ينفتح معايا، ما عرفتش علاه، ما بغاتش كاع، ما عرفتش كيفاش نردها. صافي فتحت هذه القناه كويزين نسيمه. وشنو من ذاك نحط لكم الوصفات اللي كنت دايرتهم في لاشين الاخرى. هنا حطينا البصل قطعته شرائح كما شفتي، نحطوه ونحطو فوقو الدجاج، هكا نستفوه ونخلوه على نار قليله. هنا هذا الطاجين ما نزيدولوش كامل الماء، نزيدولو حتى قطره تاع ماء. هنا نجيبو لي زيبيس كما كتشوفي، عندنا ملح وكاري وعكري بلس راس الحانوت. كاين بزاف اخوات ما يفهموش الهضره نتاعنا احنا الجزائريين، خاصه اللي يسكنوا في الدول العربيه كيما السعوديه، لبنان، ليبيا، يحبوا هكا كي تكتبي لهم باللغه باش يفهموا مليح واش راكي تهضري، يعني تساعدهم هكا. ونحطوا شرائح تاع الطماطم، نحطوا هكا الشرائح. يعني هذا الطاجين يجي بزاف بنين، بزاف بزاف يجي هايل ما شاء الله. علاش ما نزيدولوش الماء؟ لاخاطش هذيك الطماطم اللي رانا حطيناها مع البصل تطلق الماء نتاعها، وحنايا نخلوه يطيب على نار قليله، يجي مجمر وبنين بنين عسل. نحطوا فلفل حار ونخلوها مدة 20-25 دقيقة. هاي ليك شوفي، يعني كيف فرشنا البصل من تحت ما تخافيش، الدجاج هذاك ما يلصقلكش في القاع نتاع الطاجين. وما انا الطاجين تاعي هذا ما يلصقش. شوفوا كيفاش خرجت هذيك لاصوص، يعني ما زدنا ما والو. دوكا نحطو، انا هنايا جبت البطاطا قطعتها هكا شرائح طوال كما حنا نقولوا فلايك، وتسد فيها هكا من الفوق. يعني هذا الطاجين راهو على طريقة المغربية. هكا نحطو البطاطا تاعنا نستفوها مليح، وكيما قلت لك يجيك بنين بنين عسل. نحطو حبيبة زيتون هذاك الخضر. انا هنا الزيتون ما غليتوش، شللته برك من الملح نتاعو درتو، خاطش مانيش مكثره الملح في الطاجين. ونرشوه بشويه معدنوس ونعاودو نغلقو عليه ونخلوه حتى نشوفو البطاطا تاعنا طابت، خاطش هنا الدجاج تاعنا راهو دخلو طياب. خلوه يتجمر على نار قليله هذا الطاجين، اعطيلو لتاع في خاطرو يطيب. هاي ليك، نخليوه يطيب. هاوليك شوف الله يبارك كيفاش جا مجمر، الله الله جا هايل. هذا الطاجين بزاف بنين، جربوه بهذه الطريقه يجيكم روعه. مالغري المهم الا ما عندكش الطاجين هذا ماشي لازم، يعني برك الطريقه ديري هكا يجيك هايل، شغل حمرتيه في الكوشه. ان شاء الله يا ربي يعجبك وتجربيه، تخلي لي تعليقاتك الجميله في صندوق الوصف. شوفوا الله يبارك راهو يشهي ما شاء الله، وبنت عسل. وفي امان الله ومع السلامه.